من محمد عقيد في أول كرة يلمسها. مهم جدا بالنسبة لحراس المرمى في مباريات مثل هذه أنهم يلمسوا الكرة الأولى. طبعا لا يصاب، ولكن مهم جدا أنه يلمس الكرة الأولى، خاصة لما تكون صعبة، الكرة صعبة ويمسكها يكون يدخل في المباراة مباشرة. توزيعات شيكابالا، رغم أنه ليس شيكابالا نتاع زمان نتاع الزمالك زمان، ولا شيكابالا الذي لعب في اليونان ولعب في الوصل، وكانت تجربة احترافية في سبورتينغ لشبونة في أوروبا، لم تكن موفقة بنسبة كبيرة رغم القدرات المهارية الفنية الكبيرة التي كان يتمتع بها في وقت ما، طبعا بظروف خاصة بالرجل باللاعب في حد ذاته على الكرة، لأنه معنويا مهم جدا بالنسبة إليهم أن يستحوذوا على الكرة هنا في الإسكندرية. محاولة المرور من إسماعيل حداد لم يمر، والانطلاقة من أحمد توفيق وصل مباشرة لشيكابالا، انطلق على الجهة اليمنى يبحث عن التوغل. شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شيكابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا كأنه في حصة تدريبية استلم الكرة، راوغ الأول مرة وتوغل 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 وسدد، وجول جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول ويا لها من بداية. شوف العجب ماذا حصل، شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد. هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتجربة صنعت الفارق، والصنعة والمهنة صنعت الفارق. انفرد، سدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس. أول أهداف المباراة لنادي الزمالك، ليس هناك بداية أفضل من هذه يا شيكابالا، وكذلك لنادي الزمالك المصري. هدف هكذا مبكر يكون له تأثير إيجابي على عناصر نادي الزمالك، وتأثير سلبي بالمقابل. الوداد التي جاءت مختلفة شوية عن التوقعات، سواء توقعات وسائل الإعلام المغربية أو حتى المصرية، قليلة أو ولا واحد. كل الذي قرأته اليوم لم بابا كرة خطيرة، يا سلام، خروج رائع من هناك في القائم الأول، كاد يأتي هدف التعديل من يوسف رابح، القلب دفاع نادي الوداد البيضاوي الذي كاد يعدل النتيجة بهذه الكرة الرائعة جدا، وهذه الرأسية التي بقي يتفرج عليها. كذلك دفاع محاولة التوغل والدفاع يغطي كورته. أحمد الشناوي يلعبها الجهة اليسرى من هناك مع رمزي خالد بيسرى، كرة بعيدة للأمام في اتجاه معروف يوسف، حاولت الانطلاقة من شيكابالا ومعروف يوسف، ولكن هذه الكرة بعيدة. كاد يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، محاولة التوغل، جول جول. هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف، جاءت هدية لا ترد، هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها، هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم وإنما أيمن حفني، الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسرى، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب، ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو وهذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل فريق الوداد أمام فريق قناص، أمام فريق أي نعم نقول عنه بأنه ما عنده. مع طارق حامد، نرجع له طارق. لاعبين الوداد
لم يتفقوا على يا اما الخروج او البقاء في الخلف، يا اما الضغط. كره ممتازه خلف الدفاع، شيكابالا خلف المدافعين. تمريرة كم كانت رائعة، استلام أروع، والتسديدة لم تكن قوية من شيكابالا في وقت كنت أقول بأن عناصر الوداد وكأنها لم تتفق على كيفية لعب هذه المباراة. هل خطأ من علي جبر اللاعب المدافع الدولي في تشكيلة المنتخب المصري؟ رضا الهجوج، أول كرة تقريبا صعبة للوداد، كرة أرضية مرت من أمام أحمد الشناوي لرضا الهجوج، ثاني هداف دوري أبطال إفريقيا ب6 أهداف هذا الموسم. مبدع الوداد هذا الهجوج. الكرة لم يكن بإمكانه أن تكون التسديدة أفضل من هذه، لأنه أولا لم تكن متوقعة، ثانيا خارجة كثير، المرمى بعيدة كثير، فكان صعب عليه أنه يحط هذه الكرة في اتجاه المرمى مباشرة. الكرة مغربية مرت، الكرة من شيكابالا توصل لأحمد توفيق. أحمد توفيق يواصل من العمق، ولاعب وسط ميدان راح مباشرة للوسط لأنه حسه يقوده الى ان يتوغل في وسط الميدان. شيكابالا الكره الارضيه يلعبها مع رفيقه ايمن حفني، يتوغل ايمن، يلعبها ممتازه والتوغل صعبه، الكره صعبه وخطيره. ابراهيم صلاح كره من اروع ما يكون، كاد يفعلها ويسجل الثالث. يا سلام، لم تكن لديه خيارات كثيره، ضربها في الحارس، صدها محمد عقيد وخرجها. يا ابراهيم يا صلاح كاد يسجل الهدف الثالث من هذه الكرة. واو، محمد عقيد كاد يدخلها الى شباكه. راحت ركنية أولى للزمالك من هناك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس محمد عقيد، بحثا عن هدف ثالث. محمد يخرجها، أيمن حفني ببراعة، والكرة في التماس بعد تدخل رمزي خالد. يحسن لعبها فريق الزمالك، تسترجع من صلاح الدين سعيدي، ترجع له مرة ثانية سعيدي، والكرات في العمق هايلة لحياة الهجوج. الهجوج يوصلها لقلب هجوم وانضما، خطيرة، الحارس على مرتين، كرة صعبة وخطيرة، والشناوي ينقذ الزمالك. يا سلام على هذه الكرة، ثاني أخطر فرصة لنادي الوداد بعد هذه الكرة المرتدة، وهذا التوغل من قبل وليد الكرتي كاد يفعلها لولا شجاعة أحمد الشناوي الذي خرج من أمام الكرتي وارتمى وانقد مرماه على مرتين. مرة ثانية عبد اللطيف نصير ساهم كثيرا في اللعب الهجومي لفريقه. عبد اللطيف نصير الكرة فلعب لعبته وتحصل على خطأ قد يأتي بهدف ثالث بالنسبة لشيكابالا والزمالك. ماذا يفعل محمد عقيد في هذه الكرة؟ ما زالت الخطورة دائما، كان بإمكانه يمسكها محمد عقيد. رجعوا كلهم للخلف عناصر نادي الوداد في هذه اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. كرة مصرية زملكاوية من هناك، محاولة التوغل والتوزيع، التوزيع الأرضية صعبة وخطيرة. ما زالت خطورة. يا لها من لعبة من باسم مرسي، لعبة عالمية متميزة جدا، لو مرت وسجلها كان سيكون هدف ولا أروع. باسم مرسي كاد يفعلها بدفاع الوداد. روعي معروف يوسف يلعبها من هناك على الجهة اليسرى والتدخل الدفاعي، ترجع له باسم مرة أخرى، ما زالت باسم مرسي، وخروج جماعي لعناصر نادي الوداد. يا سوء تفاهم هنا مع فابريس اونداما. أيمن حفني يلعبها في وسط الميدان، حكم سيحتسب ملك، ثم الثاني فالثالث جاء وخطأ ارتكبه واحتسبه حكم المباراة دانيال بينيت لصالح شيكابالا في تنفيذ هذه المخالفة بحثا عن باسم مرسي وعن علي جبر وإسلام جمال اللذان صعد. كرة ممتازة،
جول لباسم مرسي، جول ثالث قاتل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا أيضا من عجائب العجائب، أنه من كرة ثابتة يخرج لاعب في القائم الثاني أمام دفاع واقف، أمام حارس يتفرج، ويأتي من بعيد ويسبق الجميع ويسجل هدف ثالث. اللاعب لم يرتقي فوق الرؤوس، وإنما دخل بين اللاعبين وسجل هدفا ثالثا. شوف هنا الخطأ الفادح، يعني دخل بينهما ولم يرتقي فوقهما. شوف الإعادة مرة ثانية. أنت قط ماكر يا باسم يا مرسي، قط ماكر تمكن من إضافة هدف ثالث قاتل لصالح الزمالك أمام الوداد. وين يا محمد يا عقيد، وين رايح أنت وين؟ 3 أهداف مقابل 0، 3 هدايا استلمها نادي الزمالك، تقبلها وسجل منها، خاصة الثاني والثالث. فعل باسم مرسي مثل ما فعلها من قبل أيمن حفني وقبله شيكابالا. 3-0 صارت النتيجة. كرة أخرى مغربية، الآن سيخرج كل المنتخب، لا سيخرج كل نادي الوداد البيضاوي من أجل العودة في النتيجة. قد أنس في أول كرة يلمسها، هو أيضا وسط ميدان ارتكازي، إخراج وسط ميدان وإقحام وسط ميدان، والانطلاقة من شيكابالا. الكرة فاتو والتغطية الدفاعية عن طريق عبد اللطيف نصير، يتحصل على خطأ. لعبنا لحد الآن 67 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة، 3 أهداف مقابل 0 لصالح نادي الزمالك أمام الوداد البيضاوي. وانطلاقة من فابريس اونداما على الجهة اليمنى، يبحث عن التوغل. فابريس دائما محافظ على الكرة، 2 لاعبين أمامه. فابريس اونداما قدر يوزع كرة أرضية صعبة وخطيرة، وبابا جيبور بيسراه لم تكن فيها القوة والدقة اللازمتين. توزيعة كانت رائعة من فابريس اونداما. جيبور صار قلب هجوم، وفابريس اونداما تحول إلى الجهة اليمنى، وخرج إبراهيم النقاش ودخل بمكانه أنس الأصبحي في وسط الميدان. كرة بعيدة، تغطية دفاعية، يلعب على إمكانياته وعلى قدراته وعلى نتيجة لقاء الذهاب، وبالتالي سيكون الضغط على الوداد أكثر في لقاء العودة. سيلعب من دون ضغط نادي الزمالك، وهنالك أيضا في الدار البيضاء لن يرفض أي هدية تمنح له لتسجيل هدف سيكون وزنه من ذهب. في وسط الميدان الكرة يصال عناصر نادي الزمالك، والانطلاق عن طريق باسم مرسي، كرة ممتازة خطيرة، والحارس والدفاع والحكم قال ضربة جزاء. يا سلام، ضربة جزاء صفرها حكم المباراة، وبطاقة صفراء لمحمد عقيد، وتعقدت أمور الوداد. كم كانت تمريرتك رائعة يا باسم يا مرسي، كم كانت تمريرتك رائعة يا باسم يا مرسي. في اتجاه الاحتياطي هنا مصطفى فتحي الذي توغل، كان ذكي مصطفى فتحي. اي نعم، اعتقد بانه لم يلمسه تماما، ولكن حكام المباريات في الكثير من الاحيان في لقطات مثل هذه يصفرون ضربة جزاء. لمس الكرة، اي نعم، لمسه في بيده في رجله الاخيره، لمسه. طبعا يبقى تقدير حكم المباراة هو السيد. احنا بعد 4 اعادات لم نتاكد ان كانت هناك ضربة جزاء ام لا. المهم الحكم صفرها، ضربة الجزاء ستنفذ، وفرصة اضافة الهدف الرابع عن طريق مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة الجزاء. ام من سيتولى تنفيذ هذه الرمية؟ ام اللاعب رمزي خالد ام احمد توفيق؟ المهم نادي الزمالك هو الذي يستفيد من ضربة الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع. وجول 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 وجول، مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. يا سلام على الزمالك ويا سلام على الوداد. 4-0، نتيجة عريضة وثقيلة وطويلة. نعم، عريضة وثقيلة، كل المواصفات لا تكفي لنصف هذه النتيجة بالرباعية للزمالك أمام الوداد. الزمالك لم يكن في مستوى عالي جدا، ومع ذلك فاز بالأربعة، فما بالك لو كان الزمالك في مستواه وبكامل قدراته وبلاعبيه الذين بدأ بهم هذه المنافسة. المشكل كان في الوداد اليوم، المشكل كان في الوداد، والزمالك استثمر في مشاكل الوداد واستغل كل الفرص التي ودخل في مكانه اللاعب أحمد دويدار. وبالتالي كنت أقول بأن نادي الزمالك لعب
بكل القدرات التي يملكها اليوم في هذه المباراة، وظفها كلها، وظفها فنيا وبشريا، وظفها أيضا تكتيكيا فوق أرضية الميدان. كرة صعبة وخطيرة، كاد ياتي الثنائية لمصطفى فهمي، وكاد ياتي الهدف الخامس في هذه المباراة لصالح نادي الزمالك المصري. تغطية الودادية، البحث عن جيبور، ترجع مرة أخرى، ليس هناك وضعية تسلل، محاولة المرور، الكرة البينية، جيبور مع رفيقه أونداما، والتسديدة والحارس مرة ثانية أونداما، وركنية صد أحمد الشناوي وأنقذها أحمد الشناوي، وضاعت من الوداد فرصة استعادة بصيص من الأمل قبيل مباراة العودة بعد أسبوع من الآن. اليوم تفوق الوداد كان في عدد الركنيات وليس في عدد الأهداف، عدد رهيب، فرق كبير. كرة صعبة مرة ثانية، والدفاع المستميت يصد هذه الكرة، ثم الانطلاقة من ستانلي، لعبة ثنائية مع رفيقه مصطفى فهمي، ترجع للخلف لدفاع الوداد. عناصر الزمالك تراجعت شيء طبيعي في هذه اللحظات الأخيرة للخلف في محاولة للحفاظ على النتيجة. هنا التدخل من إسلام جمال قائد نادي الزمالك بعد خروج شيكابالا، تلعب الكرة البينية وين؟ التغطية الدفاعية من هناك، ثم الانطلاقة من ستانلي، راح ستانلي وانطلق إلى الكرة من هناك على الجانب من يلعبها لمصطفى فهمي، زاد في السرعة مصطفى فهمي وستانلي، فهمي راوغ، فهمي مر، مصطفى فهمي خطيرة ويسجل جول. لا، فتح الطريق لنفسه، فتح له الطريق ستانلي من هناك، راح على الجهة اليمنى مصطفى فهمي، توغل وراوغ.